الاسطوره كمان بتقول انها كانت بتستحمى في دم البنات اللي كانت بتقتله. اهلا بيكم في حكايه جديده ومثيره عن واحده من اغرب وابشع القضايا في التاريخ، قضيه الكونتيسه إليزابيث باثوري، او زي ما الناس بيسموها الكونتيسه الدمويه. إليزابيث باثوري اتعرفت بانها واحده من اشهر السفاحين، وده بسبب جرائمها اللي ارتكبتها ضد مئات من الفتيات واللي حولتها لاسطوره مرعبه في التاريخ الاوروبي. إليزابيث باثوري اتولدت سنه 1560 لعيله باثوري، واللي كانت من اغنى واشهر العائلات النبيله في المجر. عيلتها كانت معروفه بالقوه والنفوذ، ده غير علاقات عائليه مرتبطه بالملوك والامراء. وعلى الرغم من الثراء والقوه دي، كان عيله باثوري عندها جانب مظلم مليان بالعنف والقسوه. في طفولتها كانت إليزابيث بتعاني من نوبات عصبيه، وبيتقال انها كانت بتشوف اهلها وهم بيعذبوا الاسرى والعبيد اللي عندهم قدامها. ده اكيد هيأثر على نفسيتها وزرع جواها حب للعنف. الابحاث بتقول ان العنف اللي شافته في طفولتها كان ليه دور كبير في تشكيل شخصيتها القاسيه. معروفه اي مريض نفسي يبقى ما اتحضنش وهو صغير. وهي عندها 15 سنه اتجوزت إليزابيث من واحد اسمه فرانك ناداستي، وده كان واحد من اهم النبلاء في المجر، حتى انه كان بيتلقب بالفارس الاسود، وده بسبب مهاراته الشديده في القتال. بعد جوازها استقرت هي وجوزها في قلعه كبيره اسمها قلعه تشيتشي، وهنا بدأت تظهر القسوة اللي جواها أكتر وأكتر. جوزها كان عنده ميول للعنف، وكان بيشجعها على ممارسة التعذيب كنوع من التسلية والفنفنة يعني. وبتقول الأساطير إنه كان هو شخصيا بيعلمها طرق تعذيب بشعة، وإنه كان بيديها كهدية جواز كده أدوات تعذيب. العلاقة دي خلت إليزابيث تحس بالقوة وتبدأ تنجذب أكتر للفكرة المرعبة دي، وهي تعذيب البنات، لدرجة إن بعد موت جوزها كملت في الجرائم دي وبشكل أبشع من قبل كده، لأن إليزابيث بعد ما مات جوزها بقت حرة تماما إن هي تمارس كل اللي نفسها فيه. قال يعني هو كان مانعها قوي يعني. من هنا بدأت سلسلة جرائمها المخيفة. إليزابيث كانت بتستدرج البنات من القرى الفقيرة اللي موجودين حوالين القلعة، وبتجرجرهم وبتوعدهم بالشغل عندها في القصر كخدمات بفلوس كتير. لكن مجرد ما البنات دول بيدخلوا القلعة بيتقفل عليهم، ويبدأ بقى مسلسل التعذيب. الكونتيسة إليزابيث كانت بتعذبهم بطرق بشعة. تخيل، كانت بتحرق جلودهم بالحديد السخن وتغرس فيهم الإبر، وأوقات كتير كانت بتسيبهم من غير أي أكل ولا شرب لغاية لما يموتوا من الجوع. وفي أوقات تانية كانت بتقعد كده وتستمتع وهي بتتفرج على تقطيع جسمهم وإن دمهم يتصفى قدامها، وهي قاعدة بدم بارد ما بتتحركش وما بتتأثرش. من أكتر الأساطير المرعبة اللي اتقالت عن إليزابيث باثوري إنها كانت بتؤمن إن الدم بيدي الشباب والجمال الأبدي. الأسطورة كمان بتقول إنها كانت بتستحمى في دم البنات اللي كانت بتقتله، وده لأنها كانت مقتنعة إن ده هيخليها تفضل شابة وجميلة للأبد. ناس كتير اتأثرت بالقصة دي، وتحولت إليزابيث لأسطورة شبه مصاصين الدماء، وبقت رمز للرعب والتعطش للدم، لدرجة ان كان في ناس بيخافوا بس من مجرد انهم يسمعوا اسمها. ده لان جرائمها كانت ابشع من انها تكون مجرد قصة وكلام يتحكي بس كده. فضلت حكاوي إليزابيث والكلام عنها لعنة بتخوف كل السكان اللي موجودين حوالين القصر. لكن مع الوقت عدد الضحايا بيزيد ويزيد لغاية لما وصل لرقم مرعب، وطبيعي ده بدأ يثير شكوك جوه نفوس الناس اللي ساكنين حوالين القلعة. ما هو مش طبيعي عدد البنات الكتير قوي اللي بتختفي من القرى اللي موجودة حوالين القصر. بنات كانت مجرد ما بتروح القلعة علشان تشتغل هناك ما كانش حد بيعرف لهم أثر ولا كانوا بيرجعوا تاني. العلامات دي كلها والدلائل اللي بتظهر دي خلت أهل القرى اللي عايشين حوالين القصر بقوا حاسين بالخوف، وأي بنت صغيرة كانت بتحاول إنها تبعد على قد ما تقدر عن القصر ده، لأنهم كانوا عارفين إن اللي هيدخل مش هيخرج تاني. الكلام هيبدأ يتنقل والشكاوي هتفضل تزيد وتزيد عن اختفاء البنات وإزاي أهاليهم ممكن يسكتوا على ده، فصوتهم هيوصل للملك. ما هو اللي بيحصل ده مستحيل يكون طبيعي، ده غير ان في ناس شافت بعينيها البنات وهم بيتعذبوا في القلعة. ففي سنة 1610 الملك ماتياس الثاني هيؤمر ان يتعمل تحقيق رسمي، وهيبعت واحد من جنرالاته علشان يحققوا في الموضوع في القلعة. هيوصل الجنرال وهيكتشف وهيشوف بعينيه كوارث عمره ما كان يتخيلها. شاف الجثث وآثار التعذيب في كل مكان في القصر، وكان فيه في كل مكان في القصر شهود على الجرائم الفظيعة اللي كانت بتتعمل، وكل العلامات دي كانت بتدل إن شخص واحد بس هو اللي مسؤول. إليزابيث باثوري هي اللي قتلت وهي اللي عذبت البنات دول. بعد التحقيقات اللي أجراها جنرال اتقبض على إليزابيث باثوري وتوجه لها تهم تعذيب وقتل
اكتر من 600 بنت. متخيل الرقم؟ متخيل العذاب اللي كانت بتعمله في القصر ده للبنات؟ القضية كانت صدمة لكل الناس، محدش مصدق اللي بيسمعه. بقى معقولة إليزابيث اللي من عيلة نبيلة ومن أعلياء القوم تعمل كده؟ لكن الأدلة كلها كانت قاطعة إن هي اللي عملت كده. وفي وقت المحاكمة كان فيه من الشاهد كتير، منهم الخدامات اللي شافوا واعترفوا بكل اللي شافوه، وحكوا عن طرق التعذيب اللي كانت بتستخدمها إليزابيث في وقتها. إليزابيث نفسها، وده الغريب، إنها في وقت المحاكمة ما كانتش بتتكلم كتير، وسكوتها ده ما كانش بيدل غير على حاجة واحدة بس، إنها مش مهتمة أصلا إنها تدافع عن نفسها. وطبعا عشان الكوسة والمحسوبية والسلطة هي ما اتحكمش عليها بالإعدام، لكن اتحكم عليها إنها تفضل محبوسة في أوضة صغيرة في القصر من غير أي تواصل مع أي حد. السلطات حبستها جوه جدران القلعة، وماتت بعد 4 سنين في عزلة تامة عن البشر. على الرغم من انها اتحبست بعيدة عن الناس وقعدت ال4 سنين دول بعيدة عن البشر، لكن حكايتها فضلت على لسان الناس، والناس فضلت تتنقل حكاياتها، وبقت إليزابيث وسيرتها وحكايتها رمز من رموز الرعب، زيها زي دراكولا. في باحثين كتير حاولوا انهم يفهموا شخصية إليزابيث وايه الاسباب والدوافع بتاعتها اللي ممكن تكون سبب انها تعمل اللي عملته ده، وفي كتير منهم برضو حاول ان هو يحلل حالتها النفسيه. في شويه فيهم كانوا بيقولوا انها ضحيه لطفولتها اللي كانت شايفه فيها العنف والتعذيب اللي عيلتها كانت بتعمله للعبيد والاسرى والناس اللي موجودين عندهم في القصر، والناس تانية كانت بتقول لا، دي هي عندها اضطرابات نفسيه حاده بسبب الضغوط بتاعه السلطه والنفوذ. لكن السبب الحقيقي اللي خلاها تعمل ده وتاخد طريق العنف ده وتستلذ بالتعذيب لسه غامض لغاية دلوقتي. قصة إليزابيث دي اتخلدت واتاخدت واتعمل منها أفلام وقصص كتير قوي، وتحولت لشخصية أسطورية زي مصاصين الدماء ودراكولا. ده في ناس بتشوف إن هي كانت أول مصاص الدماء في التاريخ، وقصتها دي بقت جزء من الفولكلور الأوروبي، زي أبو رجل مسلوخة يعني، والحكايات اللي هو السلعوة والكلام اللي احنا بنخوف بالعيال الصغيرة، بمعنى إنها اتحولت لرمز للرعب، وبقت صورتها بتتحط وقصتها بتتحكي في كل مكان علشان نرمز بيه للشر والجريمة. دي كانت حكاية إليزابيث باثوري الكونتيسة الدموية اللي اتخلدت قصتها في التاريخ. شاركونا برأيكم في التعليقات وقول لنا لو القصة دي انت سمعت عنها قبل كده، او تعرف قصة دموية او قصة شخصية زي شخصية إليزابيث باثوري، او لو عندك تفسير ليه هي كانت بتعمل كده. انزل قول لي الحاجات دي كلها تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتنزل تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، وتابعنا عشان الحكايات اللي جايه اكتر واكتر. وسلام عليكم.